تعالوا بقى نخرج عن الالوان الهاديه والنودات والبنيات ونبتدي بقى نعمل اي شادو مطرقع وجريء والوان كده، والوان تبقى مختلفه خالص عن اللي احنا بنعمله. هنبتدي نعمل اي شادو بلون الاخضرات وتدرجاته. اول حاجه ابتديت اخد من الباليت افتح لون خالص وهو الاصفر. ابتديت اعمل بلند الاي شادو على الجفن كله. هو كده كده اللون فاتح، ده استخدمته كترانزيشن كولر. اللون فاتح فبالتالي مش هيبان معايا قوي، فانا بحطه كبيز. ابتديت بقى اصغر البروش بتاعتي شويه وابتديت اخد الاصفر الاغمق شويه من الباليت اللي انتوا شايفين الاصفر بتاعه اقوى من الاصفر اللي احنا حطيناه في الاول، وببتدي احطه على الجفن الثابت وادخل بيه كده جوه لحد العيون كلها، لان انا عايزه واسحب عند الحواجب فوق، لان انا عاوزه الاي شادو ده يبقى معايا بسحبه، مش هعمله على دوران، هسحب بيه العيون كلها. شايفين الطريقه؟ ببتدي ادخل الالوان واحده واحده علشان تبقى الالوان معايا مظبوطه وتطلع لي التدرجات. دلوقتي بنفس البروش اللي انا استخدمتها هبتدي افتح درجه في الاخضر، هبتدي ادخلها برضو في الزاوية الخارجية اللي هي بتاعت اخر العيون. ببتدي اعمل ايه بقى؟ اثبت اللون وببتدي اعمل له بلند باول بروش علشان اللون الاخضر ما يطلعش معايا على الجفن كله. زي ما انتوا شايفين ببتدي احط اللون الاخضر وهبتدي احط برضو عند اول زاوية العيون من قدام، كأني بعمل سبوت لايت كده شوية. ببتدي احطه في الكورنر الخارجي والكورنر الداخلي بتاع المدمع بتاع العيون. بثبت اللون وببتدي اعمل بليندنج خفيف كده بحركات دائرية. بالشكل ده الالوان هتطلع معاكي التدرج بتاعها مظبوط من الاصفر لاصفر غامق للاخضر. نفس الكلام اللي بعمله في العيون دي بروح اعمله في العيون التانية علشان منساش الخطوات. ودي حاجة مهمة جدا لو انتي لسه مبتدئة كميك اب ارتست او مبتدئة في شغل الميك اب. حتى لو بتعملي ميك اب على نفسك فاعملي الخطوات دي، نفس الميك اب اللي بتعمليه في العيون دي اعمليه في العيون التانية علشان ما تنسيش الخطوات وتبتدي تبوظي كل حاجة انتي بتعمليها وتبتدي تبوظي شغلك. دلوقتي بقى هاجي لاكتر لون غامق في الباليت اللي هو الزيتي الغامق خالص، وباصغر بروش عندي اللي هي البلندنج بروش، البنسل بروش سوري يا بنات، وببتدي اثبته بس في اللاين بتاع خط الرموش، بس مش هدخل بيه على جوه قوي، هبتدي بس ادمج بيه الاطراف، لان زي ما قلت لكم هبتدي اعمل اكنك بتعملي سبوت لايت كده شويه. وتبتدي بعد ما ثبتي اللون تاخدي البنسل بروش وتبتدي تعملي بلند للاطراف. زي ما انتوا شايفين، يعني انتوا شايفين الخطوات مع الشرح، فالموضوع كده بيبقى سهل عليكم اكتر. نفس الكلام ببتدي اعمل بلند للاطراف علشان بس ما يبقاش فيه اي خط فارق، لا انت بتخلي كل الالوان مندمجه مع بعضها والاي شادو بتاعك يطلع شكله بروفيشنال. بالشكل ده اخدت اللون الشمري الاخضر الفاتح وابتديت اثبته في النص، بس في نص الجفن المتحرك. بعد ما هثبته دلوقتي في نص الجفن المتحرك اللي هو اللون الاخضر الفاتح، هبتدي امسك البنسل بروش بتاعتي، اصغر بروش انا استخدمتها، وهبتدي اخد اللون الغامق وهدمج الطرف بتاع اللون الشمر مع اللون الموت. ليه بتعملي الحركه دي؟ علشان برضو ما يبقاش فيه خط فارق في النص ما بين اللون الشمر والموت، بيبقى شكله مش بروفيشنال خالص، والاي شادو بتاعك بيبقى شكله مش حلو. لما بتعملي الحركه دي بيسهل عليكي. دلوقتي انا ركبت الرموش واعتمدت ان الرموش تبقى فلافي كده وتبقى مفرغه علشان تبين لي سحبه العيون، وكمان ظبطت سحبه العيون بتاعتي خليتها شارب اكتر. دلوقتي بقى نيجي عند اللاين بتاع الرموش السفليه. ببتدي اخد اللون الزيتي او اخر لون انا استخدمته، وببتدي افتح معاه درجه درجه نفس اللي انا معلمه لكم في كل الفيديوهات. ودلوقتي انا بعمل الكونتور بتاع النوز، بفتح لون بني عندي في باليت جاكلين هيل وببلندنج بروش، وهنا استخدمت بلاشر على خوخي مع سنة بينك، واستخدمت الهايلايتر يكون على جولد علشان يديني اضاءة شكلها حلو. وبس كده، ده يكون الفاينل لوك. يا رب يكون الميك اب عجبكم والالوان كمان عجبتكم علشان تخرجوا عن الالوان المعتادة. وهستنى رايكم تحت في الكومنت. وبس كده، هتوحشوني قوي. باي.